وشيخنا الشيخ صالح الفوزان عندكم وفقه الله نفى أن يكون قد وصف الشيخ بالإرجاء، ولكن بعض الشباب يتصيدون بعض الهفوات والزلات والأخطاء فيحكمون على المشايخ من خلاله دون أن يرجعوا إلى من؟ إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لعل بعض العمومات التي عند الشيخ الألباني رحمه الله شوشت على بعض الناس، فيه إجمال في بعض الأماكن لكنه مفصل في أماكن أخرى. وإذا وجدت للشيخ كلاما مجملا وعنده تفصيل في أماكن أخرى فلنحمل المجمل على ماذا؟ على المفصل. أما أن تحكموا على المشايخ بكلمة أو زلة لسان أو سبقة لسان أو مذهب قديم كان عليه ثم رجع عنه وترك، هذه من المصائب العظام.